السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة راجعين بكوبايات سهلة وجميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بسيطة، شكلها شيك جدا. تنفع لو انتي رايحة الضيوف ولا حاجة، تقدري تاخدي منها كده، شكلها تحفة وكمان مش مكلفة وحلوة وبسيطة، وهتعمليها في اسرع وقت ان شاء الله وتطلع احسن كمان من اللي انا عاملاها. يلا على طول نبدأ ونسمي الله ونشوف المقادير معانا ايه النهاردة، ونشوف كمان الطريقة البسيطة ان شاء الله على طول. اول حاجة هنعمل الكيكاية معانا ببضاية واحدة. حطينا بضاية وحطينا رشة فانيليا ورشة ملح، وهنحط نص كوباية من السكر، وهبدأ اضربهم مع بعض تماما لحد ما الاقي اللون بتاعهم افتح خالص، وعلى قد ما اقدر يعني يكون الى حد ما السكر داب معايا شوية. هبدأ اقلب كويس زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اللون بدأ يفتح ازاي؟ انا محتاجاه لون فاتح كده. طبعا هحط المكون الخطير معانا اللي بينتش الكيكة وبيخليها هشة وطرية جدا، معلقة خل. وبعد كده قلبت كويس جدا، وبعد كده قلبت وحطيت نص كوباية من الزيت وقلبت برضو. وبعد كده حطيت نص كوباية من الزبادي، نص كوباية يعني لو كوباية زبادي من بره يبقى كوباية يعني عايريها بنفس الكوباية انت حطيتي بيها الزيت. وقلبتهم كويس مع بعض، وبعد كده هنحط المواد الجافة. دلوقتي معانا كوبايتين من الدقيق وكيس بيكنج باودر ورشة ملح ومعلقتين من النشا، وهبدأ ان انا انخلهم كويس جدا. طبعا انت لو نخلتي الحاجة دي مرة او اتنين كمان غير كده بتطلع معاكي الكيكة في منتهى الجمال. هبدأ هقلب كل المكونات كده مع بعض، هلاقي ان هي تقلت. ما تقلقيش خالص، ده عادي جدا. هقلب لحد ما الاقي ان دي اختفى. جربوا الكيكة دي على ضمانتي، وانا متأكدة ان شاء الله هتعجبكم وتطلع معاكم حلوة جدا وتعتمدوها دايما دايما. هبدأ ان انا احط كوباية من المية السخنة اللي بتغلي، وهبدأ ان انا اقلب بالراحة لحد ما كل التكتلات اللي في الكيكة تفك معايا زي ما انتوا شايفين كده. لقيته السمك تقيل شوية، حطوا كمان نص كوباية مية سخنة، مفيش اي مشكلة. او ابدأي بربع كوباية علشان ما يبقاش ما تبقاش فكة خالص. هبدأ احط نص كوباية مية سخنة، ربع بربع، وهقلب لحد ما احصل على قوام الكيكة معانا زي ما انتوا شايفين كده. القوام بقى سايل وتحفة. جبت صينية ودهنتها دهنة من الزيت، ونزلت بالخليط بتاع الكيكة كله. طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، بخلة بقى او بالسباتولا رايحة جاية كده علشان بس ما يبقاش فيها اي فراغات، وخبطتين كده على الرخامة. وهبدأ ادخلها الفرن على رف اوسط. وبعد كده طلعت معانا، شايفين طرية ازاي جميلة. قلبتها على صينية، طبعا سبتها لما بردت تماما. قلبتها على صينية وبدأت ان انا اجيب الكوب بتاعي واحط كده علشان اقيس عليه بالظبط. قطعت بقى كده على قده. لما رفعت الكيكايه معايا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا هشه وجميله ازاي وطريه. لقيتها ان هي عريضه بصراحه، يعني هتاخد كتير من الكوب. قسمتها على 2، يعني هعملها كوبين. طبعا والحته اللي كانت فاضله دي هقطعها واحطها تاني مكانها. قطعت بقى وعملت كل الكوبات زي ما انتوا شايفين. هركنها بقى دلوقتي على جنب، وهبدأ ان انا اعمل الكريمة معايا كوباية من الكريمة وربع كوباية من السكر علشان ما تبقاش مسكرة قوي، ومعايا كوباية وربع من المية. ضربتهم زي ما انتوا شايفين، والقوام تقيل جدا. انا محتاجاه كده تقيل ليه؟ علشان انا لسه هضيف حاجة تاني دلوقتي وهتخليه سايل شوية معايا كيس من الجيلي الفراولة. كمان تقدري تعمليه بمانجا او اي نوع جيلي تاني. دوبته بنص كوباية من المية اللي بتغلي لحد ما يدوب تماما، وهنزل عليه بنص كوباية تاني مية متلجة، علشان انا ما ينفعش ان انا احط على الكريمة حاجة سخنة.
فالمية المتلجة هتعادل المية السخنة، وهنزل بيه على الكريم، وزي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعه سايل، ما تقلقيش منه خالص، هيتجامد معانا تماما تاني. هجيب بقى الكبات معايا، وهبدأ ان انا اجيب مية بسكر، وهبدأ ان انا اسقي الكيكة معايا. سقناها كلها كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا اجيب الكريمة، وبمعلقة بالراحة، مش هتنفع خالص بقمع حلويات او كيس حلويات عشان هي سايلة تماما. بمعلقة كده، وابدأي حطي. هتسويها ازاي؟ هتمسكيها كده على الرخامة وتديها خبطتين، هتتساوى تماما من غير ولا اي حاجة. احط بقى الكريمة في كل الكبات بتاعتي، وزي ما قلت لكم هديها خبطتين كده، اتساوت خلاص، مفيش اي مشكلة. طبعا هتتماسك تماما، ما تقلقوش. هشيلها بقى في التلاجة او في الفريزر لحد ما تجمد تماما عشان اتعامل معاها. بصوا بقى لما طلعت، بصوا متماسكة ازاي، متماسكة جدا وشكلها تحفة. طبعا مش قادرة اوصف لكم طبعا طعمها كان عامل ازاي. ده توبنج الفراولة، سهل وبسيط، مفهوش اي حاجة. بنجيب كيس جيلي وبندوبه في نص كوباية مية، وبنحط نص كوباية مية على نص كوباية سكر على النار لحد ما يدوبوا تماما، واحس ان هم عملوا زي الشربات كده، وبحط الاتنين على بعض واقلبهم، وبيبقى كده التوبنج. وبتحطيه في التلاجة، بيتقل معاكي اكتر من كده كمان. اللي بيتبقى معاكي حطيه في اي حاجة في التلاجة، وتعاملي معاه او استخدميه في اي حاجة تاني زي ما انتوا شايفين. طبعا هو لسه عايز يتماسك تاني. كان باقي معايا شوية من الكريمة، عملت بيهم خطوط كده، وهبدأ ان انا بالخلة كده رايحة جاية بيهم. كمان تقدري يعني تلغي الفكرة دي خالص وتعملي حاجة تانية خالص، مفيش مشكلة. ممكن تسيبيها سايدة كده. انا جبت كريمة بيضة، وهبدأ ان انا اعمل بيها وردات كده صغيرة، يعني اكسر اللون بس مش اكتر ولا اقل. وهحط بقى الشوكليت دي كده، هكسر بس اللون. طريقة سهلة وبسيطة جدا وجميلة، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسونيش بقى في التعليقات تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي رأيكم ايه في الوصفة ولو جربتوها. ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وشير لو عجبكم الفيديو. يا رب يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.